العرب ليهم مقولة جميلة قوي بتقولك إذا عرف السبب بطل العجب. لو فكرت في عمق المقالة دي شوية، ده بيفترض إن دايما الفهم الكامل لأوجه الحقيقة من مختلف الاتجاهات بتاعتها بيخلي الإنسان ما يتعجبش. ليه؟ لأن هو بيتفهم إزاي آلت الأمور لما آلت إليه. حدوث الواقع يا جماعة، الواقع حدوثه على الأرض ده معناها إنه كان لازم يقع، لأن هو واقع. ده كل حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ. لو أنت مسلم ومؤمن بالله سبحانه وتعالى كان كل حاجة كان لها من أن تقع، بس وقوع الحاجة هو ده الفرصة بتاعتنا عشان نتأمل هي إزاي وقعت ونفهم، فما نوقعش الدنيا بعدين. فدايما اللي انا احب انصح بيه الناس والشباب بالذات، حاول تفكر في طريقة تفكيرك. لما تلاقي نفسك دايما متضايق من الواقع اللي حواليك، لما تلاقي نفسك مش قادر تفهم ولا تتقبل الظروف اللي حواليك، لما تلاقي نفسك خلاص الدنيا قفلت في وشك وما عندكش اي طريق تفتح منه نور، السكة دايما بتكون صعبة شوية انك تخش جوه نفسك وتبدأ تصلح من طريقة تفكيرك. لان طريقة تفكير البني ادم اللي بيقولها لنفسه هي اللي بتحدد الواقع اللي قدامه. انت لو قلت لنفسك كل الناس وحشين، هتبدأ تشوف الناس على انهم وحشين، وهيبقوا وحشين فعلا على فكرة. يعني قصدي مش بالضرورة يكون انت بتكذب على نفسك. احيانا في ناس بتكذب على نفسها، بس هي انت هتقدر تبص على عينك تشوف الوحش بس، تبقى ماشي بتشوف الوحش بس. ودي طريقة تفكير تتعب. لو انت مش واعي ليها هتلاقي نفسك غرقان في الفكرة بتاعت ان الناس وحشة ومفيش حد حلو والزمن وحش وبتاع، واي حد بيقول غير كلامك بتعتبره ساذج ولسه الدنيا ما علمتوش. بس انت ممكن تكون انت اللي ساذج، لانك انت اختصرت معنى الحياة وقيمتها في حكم ساذج نتيجة تسرع في عدم فهم واقع، بدل ما انت تحاول تفهم بدماغك كده ايه الاسباب اللي بتمشي الدنيا وازاي الدنيا تمشي، وازاي انت تكون طرف فاعل مفيد من غير ما تكون بتضر اللي حواليك ولا بتضر نفسك. الكلام ده مهم ليه؟ علشان انا عارف احنا بننشغل بالحياة، الاكل والشرب والمذاكرة والعمل وكل حاجة تانية والعيال وبننسى نفكر في طرق التفكير. فكر في طريقة تفكيرك يا برنس عشان تعرف تصلح من نفسك.